اهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم جميعا بخير. رجعنا الحمد لله كلنا من اجازه العيد، وعشان كده حابب يكون موضوعنا النهارده مع بعض عن الاحتفال باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد. واللي هنشوف فيه مع بعض هو ليه في يوم عالمي لاضطراب طيف التوحد، وايه هي احدث الاحداثيات الخاصه باضطراب طيف التوحد، وايه هي كمان احدث القضايا اللي بتتناقش دلوقتي وبتدرس في عالم البحث العلمي المتعلق باضطراب طيف التوحد. تعالوا نشوفها مع بعض. مع زيادة الاهتمام باضطراب طيف التوحد على مر السنين، منذ أن أشار إليه ليو كانر في دراسته سنة 43، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007 لتحديد يوم 2 إبريل كيوم للتوعية العالمية باضطراب طيف التوحد من كل سنة، وده أسوة بالعديد من الأمراض والاضطرابات والمتلازمات الجينية والوراثية اللي ليها أيام عالمية بيتم الاحتفال بيها، وده من منطلق تعزيز الإدراك الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، مما يضمن مشاركتها المتساوية في المجتمع وزيادة الوعي باضطراب طيف التوحد وتعزيز القبول والتقدير والإدماج الكامل لهم في كافة مناحي الحياة، وكمان الاعتراف بالمساهمات اللي بيقدمها الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في مجتمعاتهم والعالم ككل. ده كده كان تنويه بسيط عن إنه ليه في يوم عالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد. طيب، إيه هي بقى أحدث الإحداثيات اللي اتنشرت مؤخرا عن اضطراب طيف التوحد؟ مبدئيا، ودي إحصائيات بنتابعها سنويا، وهي نسبة الانتشار، واللي كل سنة بيصدرها السي دي سي اللي هو السنتر اوف ديزيز كنترول، مركز مراقبة أو متابعة الأمراض، ودي بتصدر عن أمريكا وانتشار اضطراب طيف التوحد في أمريكا. والسنة دي قال في آخر ما نشر عنه إن نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد في أمريكا وصلت 1 لكل 36 طفل. طيب، أما عالميا فالمسؤول عن هذه الإصدارات هي ال WHO World Health Organization، منظمة الصحة العالمية، ودي مش بس بتصدر إحصائيات سنوية، ولكن كل كام سنة وفقا لدراساتها حول العالم، لأنها بتدينا المؤشر لمتوسط الاضطراب في العالم أجمع مش بس أمريكا. وكان آخر إحصاء نشر ليها عن اضطراب طيف التوحد سنة 23 بأن نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد عالميا 1 من كل 100 طفل. وكمان وفقا لأحدث الدراسات بلغت نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد بين الذكور عنه بين الإناث 4.2 من عشرة، يعني بتزيد نسبة الانتشار بين الذكور ب 4.2 من عشرة عنه عند الإناث، ووصلت دلوقتي نسبة انتشاره بين الأشقاء لنسبة 20%. أما آخر القضايا المثارة حاليا حول اضطراب طيف التوحد هي قضية التطعيم الثلاثي MMR، والتي لم تثبت صحتها عالميا إلى الآن، واللي كانت أثيرت قبل كده، ولكن بعد جائحة كورونا وبعد نوبة الإصابة بالحصبة اللي ظهرت في أمريكا مؤخرا، نشرت كبرى وكالات الأنباء العالمية زي رويترز والجارديان ونيويورك تايمز واشنطن بوست والCNN في مارس 2025، يعني من شهر تقريبا، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بتخطط لإجراء دراسة موسعة حول الروابط المحتملة بين التطعيمات واضطراب طيف التوحد، على الرغم من أن الأبحاث العلمية المكثفة اللي دحضت أو فشلت في إيجاد أدلة على هذه الروابط. ومن هنا بنوجه رسالة مهمة جدا لأولياء الأمور، بما أننا مدركين تماما إنه إلى الآن مفيش سبب حقيقي لاضطراب طيف التوحد، وإلا كنا كلنا قدرنا نوصل لعلاج وما كناش قلنا عليه اضطراب وكنا قلنا إنه مرض وبيتعالج. بما اننا لازلنا عند هذه المرحله من النتائج العلميه وكمان مفيش ادله قاطعه بالاثبات او النفي عن علاقه التطعيمات بالاضطراب، فعشان كده ما ينفعش نوقف التطعيم الثلاثي تماما. ولكن في بعض الدراسات الوسطيه بتقول احنا نقسم التطعيمات لثلاث تطعيمات منفصله وبينهم من 3 اسابيع الى 6 شهور بحد اقصى، ويبقى احنا كده لا منعنا التطعيم ولا عرضنا نفسنا ان احنا ناخده وقعدنا تحت ريسك ان احنا ممكن يظهر عندنا اضطراب طيف التوحد، لان منع التطعيم ده اللي ممكن يدخلنا بعد كده في دايلما تانية زي اللي ظاهر دلوقتي فيما يتعلق بانتشار بعض الاوبئه، وده اللي بسببه بتتعمل الدراسه الحاليه في امريكا بناء على الاضطرابات اللي ظهرت مؤخرا. زي ما احنا قلنا كده مع حضراتكم في الاول، احنا الفيديو ده علشان احنا بنحتفل باليوم العالمي للتوحد، وان شاء الله للي متابعينا معانا هنا على الصفحه هتلاقونا طول الشهر
بنتكلم عن بوستات خاصة بأحدث الإنجازات والإصدارات العلمية الخاصة بالتوحد على مدار الشهر كشهر توعية بالتوحد، شهر أبريل بالكامل. وكمان بإذن الله على آخر الشهر زي ما كنا موعدناكم قبل كده هيصدر استبيان أنماط التعلم الإلكتروني اللي هيصدر هنا إن شاء الله على الصفحة وهيتقدم لحضراتكم مجاني. تحياتي لحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما يا رب نتقابل على خير. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور محمد الحناوي.